السؤال ده بقى ده فخ بقى السؤال ده. انا نظرات المجتمع هتفيدني في ايه لما اخش تجربه فاشله ومؤلمه؟ اللي متجوز خط احمر، اللي خاطب خط احمر. وانا برضو بقول كان مالك نظراتك مش طبيعية، تشوفيني يتغير حالك وتريكي معجبة بيا. النهاردة معايا حاجة كده ايه يعني كريم شانتيه في حلقتنا النهاردة من كلام في الحب. معايا المذيعة القمر جمانة ماهر. ازيك يا جمانة؟ ازيك يا ادم؟ عاملة ايه ميرسي يا على جوجو؟ المقدمه اللذيذه. عجبتك؟ جدا. طيب جمانة، احنا في كلام في الحب هنا بنخش في الموضوع على طول من غير اي مقدمات. مم. السؤال اللي هسأله لك ده مش شرط يكون بينطبق عليكي، بس انتي بنت فأكيد عارفة وسط البنات بيفكروا ازاي. في مقولة كده دايما تقولك ايه، دايما البنات السنجل بتعجب بالراجل المتجوز او بيلفت نظرها الراجل المتجوز. دي حقيقة؟ لا خالص. او بص، احنا ما نقدرش نعمم عامه. في كيسز اكيد كده كتير، بس في مقولة تانية بتقول انه الراجل متجوز، او على فكرة الست المتجوزة بيكونوا attractive اكتر لنوع معين من الناس. في ناس بتحب الحاجات الصعبة شوية، او بتحب الحاجات اللي فيها challenges. ما اعرفش، بس انا لو هتسألني انا عن نفسي، انا بالنسبة لي المتجوز خط احمر، اللي خاطب خط احمر. يعني حاجة بره اصلا التفكير تماما. طب وايه اللي بيكون اتراكتيف مثلا في المتجوزين بالنسبة للناس مثلا؟ يعني شايفة انه ايه اللي في ممكن؟ ناس بتحب فكرة الهارد تو جيت. في ناس بتبقى عينها في حياة ناس تانية، متخيلين الناس دي حياتها حلوة قوي، فعايزين نعيش الاكسبيرينس دي. بغض النظر ممكن بقى نخرب بيت، تبوظ حياة حد. بتبقى ليها أسباب مختلفة، بيبقى ليها أسباب كتير. في منها على فكرة كيسز بتبقى حقيقية. يعني في كيسز أحيانا ممكن واحدة بجد تحب واحد متجوز، مش شرط طول الوقت بحاجة وحشة. بس هو انا دايما بقول انه اصل الحب مش وحي يا ادم. يعني في حاجه اسمها عقلك برضو شغال. ممكن تحب حد بس انت عارف انه ما ينفعش، فكان المفروض من الاول، اول ما تحس ان في بوادر، تاخد اكشن عشان تسهل حتى على نفسك. فاهم قصدي؟ طيب مش شرط تحبه، بس بيلفت نظرها. هل ممكن مثلا بيكونوا شايفين الراجل المتجوز ده مثلا مسؤول، عنده اكسبيرينس، مش زي مثلا شباب التانية اللي هي بتبقى لسه مفيش حاجة في حياتها؟ ما بحسش ان هي ليها علاقه بالنقطه دي بصراحه. يعني انا اعتقد ان هي بتبقى اكتر مبنيه على فكره اللايف ستايل اللي الراجل ده ممكن يكون موفرها في بيته او للبارتنر بتاعته. فممكن يبقوا عايزينها. ممكن احيانا شايفينه راجل ناجح، شايفينه راجل شخصيته قويه في المطلق سواء متجوز او مش متجوز. يعني هو راجل متجوز مش شخصيته قويه مثلا، او مسؤول، والراجل اللي مش متجوز بيبقى مسؤول. هي ملهاش علاقه. يعني مش اول ما بيشوفوا الدبلة في ايده بيحسوا ان هو ده لا مختلف؟ يعني ده مرض بقى. لا ده موجود، ده مرض. طيب ماشي. انتي كبنت، يعني بتحسي منين مثلا ان واحدة تعرفيها صاحبتك او تعرفيها معرفة سطحية، بتحسي ازاي، بتاخدي بالك ازاي ان هي مثلا ممكن تكون غيرانة على جوزها منك، على خطيبها منك؟ بتبان. ازاي بقى؟ من ايه مثلا؟ الفايبز بتبان اول حاجه. تاني حاجه في تعاملات صغيره كده، في حركات صغيره قوي بتبان. زي انتوا الرجاله كده برضو بتاخدوا بالكم لو واحد بيبص على مثلا حد معاك، على اختك، على صاحبتك، على على خطيبتك. انتوا بتحسوا من حركات صغيره قوي، او حتى من مجرد نظره عين. فلا هي بتبان. وفي بقى حركات تانية بتبان بقى، اللي هو زي ايه بقى؟ بتبقى دايما بتلف حواليه كده، تحديدا انه حد هي غيرانه منه موجود. اي كلمه بتحصل سنسيتيف ممكن تحرج البنت اللي هي غيرانه منها for no good reason، يعني من غير سبب عادي. فبيبقى في مواقف. يعني واحنا بصراحه البنات والستات عندنا حركات كتير. طيب انتي شخصيا بقى اتحطيتي في الموقف ده قبل كده؟ حسيتي ان في واحدة غيرانة على جوزها او خطيبها او كده منك؟ اكيد بصراحه. بس هقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي دايما، حتى لو حد صاحبي او حتى او حد معرفه او في شغل او دايما بحاول اخد بالي من البارتنر الموجوده. مش في ناس تقولك انا ماليش دعوه، الشخص ده صديق ليا من زمان قوي، فانا ماليش دعوه لو هدخل حياته حد. لا، هو المفروض لو انا باقيه على الشخص ده وبحبه وعايزاه في حياتي، لازم علاقتي بالبارتنر اللي معاه لازم تكون كويسه. مفيش حاجه اسمها اصل انا عارفاه قبلك. عارفاه قبلي ايه؟ دي خطيبته ولا مراته يعني اكيد هي مهمه. يعني مش هقول مهمه اكتر، بس هي لا، يعني ده نوع علاقه تاني مهم جدا. ما ينفعش. فانا لو بحب الشخص اللي قدامي ده
وباقيه عليه، ما ينفعش احطه في موقف بايخ بيني وبينها. ايوه، لا ما هو مش شرط يكون فريند، مش شرط يكون بيست فريند، ممكن مم. يكون مثلا في عزومه، في عيد ميلاد حد لا معرفه ببعد خالص بتاع بصراحة، كده. ما يعني لا ببعد خالص لغاية ما هي تطمن أو ما تطمنش، بس أنا ببعد خالص، ما بحطش نفسي في موقع شك تماما. طب حصل معاكي اي ردود افعال مثلا حسيتي ان في واحده مثلا بتكلمك بغل شويه، بشر شويه، نابع من الغيره دي قبل كده؟ بص هو أكيد فيه، يعني بس مش فاكرة موقف بعينه، بس هو definitely أكيد حصل. يعني بما إني بقولك لا حصل وحسيت الفايبس دي من حد أو شفت الرياكشن ده وأنا شفته، بس تاني أنا ما باخدش أكشن لأنه هي حقها. فانا باخد يعني خلاص باخد ايه يعني مكان كده بعيد شويه عشان ما اضايقش حد، وسبيشالي انه مفيش حاجه يعني ليه احط نفسي في الموقف ده اصلا. فاهم بس قصدك. طيب، الشغل. مم. قابلت ناس كتير اتعرفوا واتجوزوا في الشغل، وقابلت ناس كتير سواء رجالة أو بنات تقولك أنا مش بحب أتجوز من مكان شغلي، شايفة إنه يبقى من حتة تانية خالص. انتي مع أنهي رأي فيهم؟ انا من رايي التاني، ما بحبش ابقى اتجوز حد من نفس الفيلد بتاعي. ليه بقى؟ حتى لو هو شخص كويس. هو اكيد بص في الاخر هو نصيب، يعني ممكن اقعد اقول لك ليست كده في الحاجات اللي انا عايزاها والحاجات اللي مش عايزاها، وفي الاخر اخد حاجه مختلفه تماما. بس لو انت هتسالني دلوقتي هقول لك لا. ليه؟ ليه؟ اولا احنا شغلنا اصلا صعب جدا يا ادم، الفيل بتاعنا صعب قوي، مش سهل، يعني شغلنا مش بسيط، مواعيدنا مش ستيبل. فلو احنا الاتنين مواعيدنا مش لطيفة، البيت مين اللي هيقعد فيه؟ دي حاجة لازم يكون في شخص متواجد إلى حد ما، مش قاعد في البيت بس متواجد، أو ظروف الشغل تكون مختلفة شوية. بلس إن احنا شغلنا ممكن يحصل فيه غصب عننا، هي نفس بشرية، احنا بني آدمين، لو في طرف ناجح أكتر من التاني، خاصة لو الست هي اللي ناجحة والراجل مش ناجح قوي، ممكن يحصل hard feelings. طب بس ده ممكن يحصل وهم في شغلانات مختلفة. بس اعتقد الاصعب من وجهة نظري، الاصعب لما يكونوا في نفس الفيلد. بس في حاجة بقى من وجهة نظري، يعني أنا بشوف إنه الاتنين لما يكونوا في نفس الفيلد وفي نفس مكان الشغل كمان، يعني ممكن يكونوا في مم. نفس الفيلد بس في شركات مختلفة. أشوف لما بيشتغلوا في مكان واحد، بالنسبة لي أنا ده بيبقى حاجة يعني excited أكتر، لأني ببقى الواحد ساعات بيبقى عنده حاجات عايز يحكيها، حصل له النهاردة حاجة كذا في الشغل مع فلان الفلاني، فلما باجي أحكي حاجة لحد هو عايشها وشايفها وفاهمها وعارف الأشخاص وعارف الأتموسفير، بتحسي ان هو معاكي قوي في الحكايه، غير لو جيت مثلا خطيبتي بقى، مراتي حبيبتي بتشتغل مثلا في بنك، في شركه، في معرفش ايه، وانا جايب تحكي لي حاجه عن حاجه انا مش فاهمها وناس انا متخيلهم وحاجات كده، فببقى احس ان انا ببقى بعمل الواجب قوي، يعني بعمل الواجب عليا ان انا بسمعها، بس انا مش عايش معاها الموضوع. فاهمه قصدي؟ بس هقول لك برضو على حاجة، هو دايما حتى بنقول عشان تبقى الريليشن شيب healthy، احيانا البارتنرز لازم يبقوا، حتى لو يعني الهوبيز مختلفة، حتى لو الفيلدز بتاعت الشغل مختلفة، لازم تكون عندك خلفية عن البارتنر بتاعك بيعمله، او حتى ان البارتنر بتاعك بيحبه. أم، طبيعي بيبقى فيه conversation. يعني انت عارف مثلا في الشغل، لو هي بتشتغل زي ما انت قلت المثال اللي انت قلته، بتشتغل في بنك، انت اتليست فاهم هي شغلها عبارة عن ايه، بتعمل ايه، دورها ايه اللي في البنك. مين الناس اللي حواليها، هي علاقتها كويسة بيهم، مين اللي ممكن بيضايقوهم، فانت المفروض اصلا تكون عارف ده، عشان لما تيجي تتكلم معاك تبقى انت معاها، مش شرط تكون شغال معاها في البنك. والناحية التانية نفس الفكرة، انت كمان لازم تكون معرفها انت بتعمل ايه، شغلك ايه، ال الحاجات اللي بتحصل فيه، مين الناس القريبة منك، مين الناس اللي مش قريبة منك. فده في حد ذاته بيبقى فيه بينكم وبين بعض دوائر مشتركة تتكلموا فيها. لكن لو احنا الاتنين separated 100%، even لو احنا في نفس الفيلد، برضو مش هيبقى فيه conversation، برضو مش هتعرف تحكي. في الاخر يا جمانة هلاقيكي متجوزة واحد من الميديا، هفكرك ودي المفاجأة صح. ما انا قلت لك محدش عارف، احيانا بنقعد نحط حاجات بناخد حاجة عكسها تماما ملهاش علاقة. طيب، لما حد بيجي يتعرف عليكي، مم. يعني ايه الحاجة اللي يعني بتقفلك من واحد جاي لسه بيعرفك مثلا؟ ايه الحاجات اللي بتقفلك من من بداية طريقة كلامه معاكي مثلا او بداية تعرفه عليكي؟ ايه الحاجات اللي بتقفلك؟ ان حد يشو اوف، يتكلم بماديات كتير او يحاول يستعرض كتير، ايا كان نوع الاستعراض ايه. لو حسيت ان الشخص ده بيجيب سيرة الناس كتير وهو قاعد. آم، لو حسيت الشخص arrogant، من غير داعي،
يعني في ناس تحس ان هو داخل انا طب ليه يعني. ايه تاني؟ لو حد مش جنتلمان، يعني لو حد مش ذوق، مش ديسنت، دي اكتر حاجات بتقفلني. طيب لو حصل وعديتي المرحلة دي مم. وابتديتوا تعرفوا بعض بقى شوية، ايه الحاجات اللي بتشوفي ان هي ريد فلاجز، ان ده او مؤشرات يعني ان ده مش هينفع الموضوع ده؟ آه ايه الريد فلاجز؟ الكذب اكيد. لان انا كمان شخص صريح جدا، يعني صراحتي مرعبه. فلو حد كذب ما استحملش. انت تعالى قول لي انا عملت مصيبه، ما عنديش اي مشكله خالص. كدب ده يا جماعة. طب والله العظيم ابدا، والله ابدا. يعني دايما عارفة انتي بفتكر السؤال اللي هو انت كنت بتحب اللي كنت معاها قبلي، تحسي لا الراجل لازم خالص، يكذب. لا 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 والله، انا بقى بالعكس، انا لا آه. قول لي بحبها عادي. لا لا اصل احنا كبار برضو يا ادهم يعني. انا مش قصدي المثل ده بالذات يعني، بس قصدي انه دايما تحسي ان هي دي مصيادة، ان البنت دايما بتعمل فخ للراجل اللي هو قول ما تخافش، لا ما خليك صريح بس معايا دي ومش ممكن هزعل. تبقى غيرة آه. هيلثي يعني. انتوا نفسكم رجاله بتضايقوا من الموضوع، انتوا بتحاولوا تبعدوا. لو انت خطبت واحده عندها اكسبيرينس قبل كده، انت بتحاول تبعد تماما عن الكلام في الموضوع ده. فدي حاجه ملهاش علاقه بالفخ، دي شويه غير هيلثي يعني. انت بالعكس، انت لو حسيت ان انت مع واحده بتكلمك عن يور اكس عادي، هتحس انه دي يعني دي مش غيرانه يعني. فبس انا صريحه، لا بالعكس ما عنديش اي مشكله، ايه المانع يعني؟ لا اتكلم معايا بصراحه. ايه تاني ريد فلاجز؟ البخل ريد فلاج طبعا. أم، العصبيه الزياده، او الشخص اللي ما بيعرفش يتحكم في انفعالاته. لان انا بحسه ان ده ينتفي عنه صفه الراجل. ان الراجل لازم يكون، مش هقول ان هو ما يتعصبش، هو مش روبوت في الاخر، بس الراجل لازم يكون حاسب كلامه اللي خارج، حاسب هو بيقول ايه، حاسب انفعالاته تناسب الموقف ولا لا. فاهم قصدي؟ فمثلا دي مشكلة عندي. دي mainly red flags يعني. ما الرغي كتير. الرغي كتير، مم. عايز تسكتوا يعني، عايز في رجالة بتتكلم كتير قوي، تحس ان انت قاعد مع واحدة صاحبتك يعني. مش قاعد مع واحد، انت قاعد مع واحدة صاحبتك. ما اقدرش برضه. انت مش شخصيه رغايه اصلا يعني، مش شخصيه بتحبي بص انا ترغي. مودي يعني، وقت هتلاقيني رغاية قوي 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 ومش عارف تفصلني، ووقت تاني يعني على القد، على الكلام على القد، فاهم؟ كلام على القد. طب ما هو يعني انتوا قاعدين مثلا في اتجوزتي مثلا، قاعدين في البيت في بتتعشوا بتتفرجوا على حاجه، ما طب ما احنا يعني بنتفرج الكلام على حاجة، ايوه هتكلم لا واتفرج. خلاص يعني، ما هو مش شرط يعني، قصدي قاعدين مع بعض يعني مش شرط تتفرجوا على حاجه يعني، كلام على القد برضو يعني، مش ما هي فيش ملهاش علاقة على فكرة. أحيانا من الساينز اللطيفة في الريليشن شيب إن أنت تبقى قاعد مع البارتنر بتاعك وأنت ساكت ومش زهقان ومش قلقان ومش حاسس إن في حاجة مش غريبة ورا مضغوطه ان هو لازم السكوت اتكلم لازم احكي خالص. لازم يعني، لا ممكن نبقى بالعكس، هي براحتي حاجة يعني. حلوة إن أنت اه تبقى عندك بارتنر أنت عادي يعني تقدر تقعد ساكت معاه. مش حاجة وحشة خالص، مش طول الوقت لازم تعمل دوشة عشان اللي قدامك ما يزهقش. انت احيانا، انت شخصيا يا ادهم، بتبقى عندك شغل كتير جدا وبتبقى قاعد ساكت مش عايز تتكلم. ساعات، وساعات ببقى رغاي قوي، بص هي ساعات دي ببقى نفس بحب، ساعات الفكره. ببقى بحب يبقى ما عندي هي طاقة طيب رغي مش تخيل بقى طبيعية. وانت في المود بتاع السكوت ده، حد جنبك عمال بيزن وبيرغي وبيتكلم، اكيد هتتضايق هتتضايق. انتي شايفة بما انك يعني سنجل، فشايفة انه الجواز ده ماست في حياة الانسان، ولا لو ما جاتش الظروف المناسبة مش لازم؟ اه السؤال ده بقى، ده فخ بقى السؤال ده. بص، الجواز او يعني الجواز في حد ذاته كمشروع هايل وحلو جدا. وبالعكس ان انت يكون عندك بارتنر تثق فيه وتتسند عليه وكل الكلام اللطيف ده حلو جدا جدا جدا. بس لما بيجي مع شخص غلط بيبقى أسوأ حاجة. أسوأ حاجة. يعني تخيل انت مقفول عليك باب مع حد التريتس بتاعته وحشة، او انتوا مش شبه بعض او كارهين قعدة بعض، دي حاجة مرعبة. يات هو نصيب. يعني هو محدش بيقول تاني انا عايز واحد اتنين تلاتة هياخد الواحد اتنين تلاتة. لا بس لا، في ناس مثلا بتيجي في وقت معين، سواء رجالة او بنات معينة، يقولك لا انا عايز اتجوز واخلف فاشوف حاجة بقى مناسبة، يبقى سيبني هو بقى من بالنسبة له الايموشنز ان والحاجات دي. الخلفة او مم. الجواز اتس ماست. دي قصة تانية. انا بالنسبة لي بشوفه وجهة نظري حاليا، لان ممكن تيجي تسألني بكرة وجهة نظري تختلف. احنا كل يوم وجهات نظرنا بتختلف ورؤيتنا للحاجات بتختلف. بس انا بالنسبة لي دلوقتي لا، اتس نوت ماست يعني. انا الحمد لله عندي سيركل
او سيركلز كمان لطيفه جدا حواليا من صحاب، ناس انا بثق فيها جدا واخواتي. فبقدر اتكلم معاهم في اي حاجه، لو محتاجه حاجه هم موجودين وبيساعدوني ايا كان اللي انا محتاجاه. بلس انه انا مش محتاجه حاجه من البارتنر بتاعي الا السلام والهدوء النفسي والاستقرار والامان. شايفه ان ده لو مش موجود انا كده احسن كتير. طيب يعني مش بتخافي بقى بتقلقي من نظرات المجتمع بقى دي؟ هي اتأخرت، ما ما اتجوزتش. بقاش اولا ما بقاش ده موجود قوي. ثانيا انا نظرات المجتمع هتفيدني في ايه لما اخش تجربه فاشله ومؤلمه؟ يعني الناس اللي اتكلمت او الناس اللي بتتكلم دي هتفيدني انا في ايه؟ ولا حاجه. بس انا ممكن اسالك على فكره عادي. اسأليني، يلا اسالك يلا. انت ليه سنجل لحد دلوقتي انت؟ عشان انا شايف اللي انتي قلتيه بالظبط ده. امم يعني شايف انه مش ماست لو الموضوع، يعني لازم الموضوع يكون بالنسبة لي بيرفكت. لان كمان الواحد كل ما الوقت بيعدي وبيكبر وبيعيش لوحده وبيتعود انه يعيش لوحده بيبقى امم الاختيار اصعب، دي حقيقه. ويبقى التنازلات اللي هيتنازلها عشان يخش في ريليشن شيب، وخصوصا لو كانت جد وجواز وكده، بتبقى اكتر واكبر. فده لو مش مع البني ادمه اللي هو انا بموت فيها بعشقها مش قادر اعيش، مش عارفه بقى اللي هو مش قادر اتنفس بقى وحطوا لي محاليل وبتاع. اه يعني ما هو الموضوع لو مش شكله كده، لا لا، وانت انا ما عارفه ان انت ايموشنال كمان. انا ايموشنال. مم. لا يعني الايموشنز، لا هي حاجه اساسيه في حياتي. طب ما بتوافق على المقوله اللي بتقول، مش عارفه ليه خدت دورك دلوقتي بس لا، يعني مش براحتك. مشكله، تاخد اللي بتحبك وما تاخدش اللي بتحبها؟ والعكس برضو بيقولوا كده برضو للبنات، خدي اللي بيحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. بتوافق على الموضوع ده؟ في ناس بتعرف تعمل كده، انا امم ما بعرفش اعمل كده. انا شفت ناس حواليا بتعرف تتجوز عشان الشخص ده مناسب، عشان الست دي بنت ناس وهتربي العيال، عشان قريبتي وعارفها وعارف تربيتها وما اعرفش ايه وحاجات كده. وفي ناس بتعرف تتأقلم وتعيش حياتها وكده، ان خدي بالك ان الحب برضو رزق. فمش كل اه طبعا. الناس ربنا بيرزقها الحب، بس هو بيبقى شايف انه طب انا ربنا ما حبيتش، ما انا عايز اتجوز وعايز اخلف وعايز اعمل، فبيعرفوا يعملوا كده. لكن انا بقى في مسؤوليات ما اقدرش اعملها غير لو انا بحب. يعني انا لو في علاقة مع واحدة ما بحبهاش وهي مثلا ساكنة جنبي بعمرتين، عشان اعدي اخدها كل يوم هيبقى حاجة تقيلة على قلبي جدا. لو واحدة بحبها وبموت فيها وساكنة في أسوان، هروح اخدها من أسوان وهيبقى على قلبي زي العسل. ما هي فاهم دي بقى حاجة؟ الفكره. اه. ما هي دي بقى الحاجات الفكره. بقى اللي هي المناسبات، اللي هو امم بقى تعالى بابا عازمك على شاي، ماما عازمك على كيك، هنخرج مع بنت عمتي امم وجوزها، بنت خالتي وخطيبها. الحاجات دي لما ببقى ما بحبش تبقى تقيلة على قلبي قوي يا جمانة، بتبقى تقيلة على، يعني ببقى هي دي حاسس حقيقه. ان انا متضايق جدا. هي دي لكن حقيقه. لما بحب بالعكس ببقى عايز اخش في العالم بتاعها واعرف الناس اللي حواليها وعيلتها واصحابها والحاجات دي يعني. وبما ان احنا من نفس الفيلد، تتجوز بقى واحده من نفس الفيلد زي ما سالتني؟ بص انا عندي استعداد، انا ما عنديش بجد والله العظيم ما عنديش اي شروط في البني ادمه اللي هتجوزها او هحبها غير ان هو هنا مفيش احبها. شروط، هو مفيش، احنا يعني بنقول بتشتغل ايه؟ عادي preference يعني بقى لا ما انت. عنديش انا، لا انا بقى ما عنديش حتة في نفس الشغل مش في نفس الشغل، اكبر مني اصغر مني بتشتغل، ما اعرفش، قاعدة في البيت بتشتغل ممثلة، بتشتغل مذيعة، طالما البني ادمة دي كويسة انا بحبها وشايف ان هي دي اللي بتكملني وهي دي الشخصية اللي بتكملني، ما عنديش اي restrictions، ما طب بحطش ده انت والله الحاجات دي. العظيم يعني م، لقطة. بجد والله. صدقني انت لقطة. وبعدين لو قعدت اتكلم معاك انا اقعد اللي بعد بكرة. فانا هحاول خلاص اخلص اسئلة هنا. يعني تمام، مش عايز اسالك حاجة تاني. والله لو قعدت معاك هقعد اسألك كتير قوي. براحتك، لو عندك حاجة قوليها والله، متأكد؟ اه والله متأكد. طيب ماشي، قول لي الحاجات تاني. احنا بنقول يعني عارف اماني، الحاجات اللي انت تحب ان هي تكون موجودة في البارتنر بتاعتك، والحاجات اللي مستحيل تقرب منها حتى لو فيها كل حاجة حلوة انت بتحبها، لو فيها العيب ده طيب مش هقدر. هي اكتر حاجة انا عايزها، هي اكتر حاجة، هي لو هي مش موجودة هتبقى عيب بالنسبة لي. امم الذكاء، 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 الذكاء. ممكن اقعد اقولهم اشكرك. 10 مرات اشكرك والله. ورا بعض. ده مش معناه ان انا مثلا اينشتاين، يعني انا مش اذكى واحد في العالم، كل بني ادم له لحظات غباء امم وتناحة وكده وبتاع وكده، بس لما تبقى صفة في الشخصية
اللي هو ابقى مثلا بحكي فبضطر ان انا كل شويه ايه قولي الحته دي تاني، مم. مش فاهمه اعيد، ما تفهمش اللي ما بين السطور، ما تفهمش انا قصدي ايه من الحكايه، ابقى مثلا بحكي حاجه الاقي ما الاقيش رد الفعل اللي هو متفاعل معايا، ما مش بتجمع الحاجات بسرعه، مش بتفهم الافكار بسرعه. التوقيت كمان، اختيار التوقيت كمان. يعني في التعامل يعني لا، في حاجات بتبقى يعني فهو دي يعني الميزة دي، هي دي اكتر حاجة بحبها تبقى موجودة في البنت اللي قدامي. وهو اكتر عيب لما تبقى بقى يعني لما تبقى غبية. صعب قوي بصراحة يعني الموضوع ده. فده صعب. وحد دمه اه تقيل برضو، عارف انت الحاجتين دول. طبعا بس الدم الخفيف والتقيل دي برضو خدي بالك يعني، برضو هي مش مطلوب منها تكون كوميديانة يعني. لا، اه في فرق بين حد قعدته خفيفة ومش مطلوب من كل لا حد انه يبقى قعدته خفيفة، لا قاعد. القعدة الخفيفة ان هو القعدة الفايبس حلوة دي وبتاع اه، وخلاص، ممكن ما يكونش ربنا رزقها قوي اللي هي لا مش لازم، بتقفي مش وبتاع جايبين كلاون اه يعني يقعد معانا، بس يعني حد اه قعدته أمم. آه، خفيفة بتفرق كتير برضو بصراحة. اه تاني حاجة، لازم تكون عندها حاجة بتحبها في حياتها وتكون طموحة جدا جدا جدا. انا ما بحبش البنت اللي ما عندهاش حاجة طب ما مهتمة ممكن تكون بيها. انت الحاجة دي. لا، مش عايز ابقى انا الحاجة دي. مم. والله بجد مش عايز ابقى انا. ده رد غريب من راجل لا عامة. مش عايز ابقى انا الحاجه دي، انا عايز يبقى عندها، مش مجرد واحده اللي هو انا بشتغل عشان نازله اشتغل واخد مرتب واروح، مع احترامي طبعا لكل اللي عايشين كده والموظفين والموظفات، لان دايما يعني خدي بالك ان في ناس بتبقى عايزه تساعد لان الدنيا اه طبعا. صعبه دلوقتي، في واحده بتساعد جوزها، بتساعد معرض، ما بحترمكم جدا 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 وعلى عيني وعلى راسي، بس انا بتكلم في اللي هتشاركني انا، لا لازم يكون في حاجة بتحبها، يعني هي عايزة حاجة معينة مم. وبتشتغل عليها وطموحة فيها جدا وبتجري وراها جدا وبتعمل كل مجهود حتى عشان لو على توصل لها. حسابك. مش على حسابي، لان انا مش باخد الموضوع ان هي دي حاجة ضدي، يعني مش باخد ان انا في يعني لا ممكن فيرسز يبقى شغلها مش يعني. versus، بس اه احيانا ممكن ياخد من حقك شوية من الوقت اللي ممكن تكونوا بتقضوه مع بعض، من تركيزها، من تفكيرها. ما عنديش مانع لو بتضيع الوقت ده في خطوات هي حاسباها بجد وبتضيف لها وبتاخد لها ستيب في حياتها، ما عنديش مانع خالص، برافو. لانه في وقت معين هتوصل للي هي عايزاه، هيبقى لي وقتي، فاهمة قصدي؟ مم. بس فهبقى بالعكس مش هحس ان ده وقت متاخد مني، ده انا هسبورت، يعني ممكن برافو. تلاقيني معاها في الحاجات دي. طب ده انت لقطة، مش بقولك انت لقطة. احنا عايزين عروسة الأدهم. خلاص، أنا مش هسألك تاني بقى، حاسة خلاص. ان خلاص كفاية كده. طيب دي كانت حلقتنا النهاردة اللي أنا اتبسطت بيها قوي بجد مع جمانة في كلام في الحب، واستنونا في الحلقة اللي جاية. باي باي.